وكان عندنا الإداري فهد مسبح الله يذكره بالخير. نعم. أنت تعرف فهد أبو محمد نعم. في صرامته وفي عدله. إذا أنت مخطئ، المخطئ أخطأت والمحسن أحسنت. نعم. فما كان في أي توجه أنه يحرم سامي من أنه يصعد المنصة. سعود بن تركي اتصل علي وبارك لي وباركت له بعد المباراة، بعد هدف حسين العادي الذهبي، وأكد لي أنه لن يصعد المنصة غيرك يا سامي لاستلام الكأس رغم الإيقاف. وثمته رغم الإيقاف حصل بسبب مشادة كلامية، وما له دخل في أنه يحرم من كابتن الفريق أنه يصعد المنصة ويستلم. هذا الجزء الأول. الجزء الثاني سفراتك المتعددة. والله أكيد المشكلة أنك تشكي من اللياقة أنت، يعني تقول الفريق ما عنده لياقة، وأنت أكثر واحد يعني يعبث برنامج اللياقة. نعم. أنا لما قالوا لي برنامج المواجهة أكيد الاحتمالات موجودة عندي عن برنامج الإجازات وتصوير الإعلانات. أنا بعطيك التصور وبعطي للسادة المشاهدين إيش الإجازات اللي أعطيت لي السنة هذه. طيب نبدأها من إصابة الرقبة. ممتاز. طيب لما أنا أصبت وإصابة كانت عبارة عن شرخ في الفقرة الخامسة. نعم، إصابة خطيرة. نعم. وطلب مني الأمير عبد الله المساعد الله يجزاه خير أنه أنا أروح أعرض نفسي على الدكتور في فرنسا. وجلست الأمير عبد الله المساعد هو من طلب. نعم. وطلعت مع الأمير عبد الله المساعد مع بعض طلعنا إلى فرنسا. وعرضت على دكتور، وعرضت على دكتور ثاني، وعرضت على دكتور ثالث، وكلهم كانوا موجودين في باريس. وكان لحسن الحظ الدكتور الثالث ألماني، وطلب مني عدم ممارسة الكرة من أكثر من يعني لازم أكمل 3 شهور. نعم. أعمل تقوية إلين أدخل في شيء. لو أقدر أجري بس إنه بعد الشهرين أقدر أجري وأقدر أمارس اللياقة بدون ما أضرب الكرة بالرأس أو احتكاك أو. طيب حلو. الفترة هذه هل تتوقع إنه لاعب تعدى عمره 34 سنة هل تتوقع أنه لما يوقف 3 شهور عن ممارسة كرة أنه يرجع زي أبو 24 أو 25 سنة؟ أبدا. حلو أنه عندك هالقناعة. ممتاز. أنا إنسان أعطاني ربي العقل وأقدر أفكر أنا أو غيري. لما رجعت إلى بداية الدوري، ما كان دوري موقف شهر كامل بسبب توقف الدوري. وين دور المدرب؟ المدرب كان في إجازة، مساعد المدرب كان في إجازة. نعم. وين دورهم أنهم يهيئون اللاعب سامي الجابر على أساس أنه يكون جاهز؟ هذا واحد. شيء ثاني، هذا من عندي بديت في برنامج، رجعت يعني بتدريجيا. نعم. برنامج خاص أنت سويته لنفسك. وما قسيت على نفسي، لأنه في الوقت هذا لو تقسى على نفسك ممكن تخسر نفسك إلى نهاية الموسم. طيب. وهذا شيء طبيعي. حلو. طيب الإجازة اللي تعتبرها الأولى هي 17 شعبان. يعني أنت يمكن محضر بس أنا محضر ذهنيا. طيب. 17 شعبان موعد زواجي وزفافي. حلو. هذه معلومة. المفروض أنت في 17 رمضان شهر كامل، اختصر ل 5 أيام. حلو. وذهبت طيب. شهر العسل. طيب. 5 أيام. طيب جميل. بعد مباراة الشرطة. لا خليني أجيب لك 23 ذي القعدة. مباراتنا مع النصر كانت 23 ذي القعدة. لعبنا قبلها مع النصر. كنت قبلها معطي الأستاذ حسن شرارة في النيو تي في بفاكس، وأوصلت للأمير قبل مباراتنا مع النصر، وطلبت من الأمير أنه أنا وعدت الرجل هذا لأكثر من 3 مرات لم أفي بوعدي. في الفرصة المناسبة أنه بعد النصر كانت عندنا مباراة مع الوحدات عربيا، موقوف سامي الجابر عربيا. فأنا أطلب منك يا سمو الأمير 3 أيام أني أسافر أسوي المقابلة مع النيو تي في وأرجع مرة ثانية. وافق. وافق بعد عدم اقتناع. عذرك غير مقنع. بعدم اقتناع. هو غير مقنع أصلا. لا هو الأمير. أنت موقف، لكن مش موقف عن تمارين، موقف عن تحضير بس نفسك. الأمير هنا اللي يهمني هو الأمير. أنا ما يهمني أنه نفسك كلاعب. لا، أهم شيء عندي إقناع أنه أنا لما أعطي إنسان وعد، أنا أعطيك بثال وعد أجي برنامجك المواجهة ما أخلفه. صح ولا لا؟ بس أنت قبل ما تعطيني وعد إلا بناء على برامجك. نعم. لما قلت لي قبل كنت في وقت ممكن أقول لك وعد وبعدين أخلف الوعد. أنا ما أعرف. لا، أعطيتك وعد أجي على برنامجك. أعطيت الأستاذ حسن شرارة وعد ما يهمني نتيجة مباراة النصر. طبعا خسارة مباراة النصر أثارت أشياء كثيرة. كانت في وقت صعب. ذهبت للنيو في وعملت المقابلة. في 16 صفر كان عندي موعد وارتباطي بشركة إعلانية، إعلان تصوير إعلان. لاحظ أنه لعبت المباراة، طلعنا من أهل المصري من مصر إلى الشرطة العراقي في سوريا وربحنا المباراة، وكان حنرجع يوم الأربعاء. أنا ذهبت انت يومين بيروت. نعم، ذهبت يوم الأربعاء والخميس ورجعت الجمعة، والفريق أعطي راحة الخميس والجمعة، معناته لم أتخلف. هل هذا واقع؟ الإجازة الأخيرة يلا أنا ما ذكرتها، سبقت أنت. يلا. لا اللي أقاموا الدنيا وقعدوها. أنت بالتالي قالوا لك روح 3 أيام، روح 3 أيام إجازة، عندك 3 أيام. حددت داخلية ولا خارجية؟
كيف حدد داخل يعني انك تاخذ جوازك او ما تاخذه؟ حددت؟ انا لما قلت لهم على فكره لما انا ما طلبت الاجازه اعطوني اجازه. انا لو قال لي حسين الحبشي اركب الطياره انا احتاجك تكون مو لاعب كاداري مع الفريق حركب. حلو. حكون متواجد صح ولا لا؟ لكن سامي انا في المباراه هذه تعرف الظروف. خسرت مباراه الشارقه وخسرت مباراه الاهلي. والخساره الاعظم والاكبر لما تفقد صديق واخ وابو عبدو مصلح. حلو. وفي ظروف صعبه. حلو. كيف تتقبل نفسيتك انك اصلا تلعب مباراه؟ طيب يعني خلينا من الجزئيه دي. انت اعطوكم هم 3 ايام. اعطوك 3 ايام. نعم. اعطوك 3 ايام. لو مثلا ال3 ايام هذه لما سافرت وتواجدت انا في دبي قالوا لي سامي كيف ليش تطلع برا السعوديه؟ يعني من اعطاك جوازك؟ طيب خلاص انت اعطيتني اجازه 3 ايام اروح هونغ كونغ امريكا، المفروض اني بعد 3 ايام هذه اكون متواجد، انت ما تحدد انا اروح برا ولا ما اروح. ايش الهدف؟ نقاشك مع الاداره كذا انتم ما تحددون وين اروح؟ هذه بدون نقاش مع الاداره كذا. شلون؟ هذا بدون نقاش مع الاداره، هذا اي انسان عاقل. لا انا اسالك عن نقاشك مع الاداره، الاداره صرح الامير عبد الله المساعد امام الصحفيين بانه سنعاقب سامي الجابر. احترام. يعاقبك على ايش؟ ما دام انت يعني منطقيا الحق معك. يمكن يكون له راي. انت انا ما اسمع اللي اسمعه الان منك منطقيا معك الحق. ممتاز. طيب ليش يعاقبك عليه؟ شهاده اعتز فيها. طيب ليش يعاقبك؟ ما اعتقد انه عاقبني. صرح. رفض بعدين نفى تصريح ثاني. نفى التصريح ولا تراجع عنه؟ او تراجع عنه او نفى التصريح. طيب. ما ادري بالضبط. بدل ما يتعاقب سامي الجابر تعاقب خالد المغيربي. لو عاقبني الامير عبد الله بن مساعد عاقبني رئيس النادي. خلينا احنا نتكلم على ما حدث مو بلو. احنا نتكلم على ما حدث. قال بنعاقبه ما عوقبت. العقاب راح لخالد المغيربي. ليش عوقب خالد المغيربي بسبب؟ يمكن على اساس اني انا طلبت من خالد المغيربي جوازي. ممنوع يسلم جوازات؟ والله اذا كان ممنوع انا اسالك كقائد الفريق انت تعرف يعني الانظمه الداخليه في ناديكم. اذا اعطيت انت اجازه وتبغى ابغى اسافر انا استمتع انا وزوجتي بعدين انا ما قضيت شهر العسل بطلع اروح 3 ايام اعطيتني. النقطه اللي اعظم من هذه شوف انا عشان تقول سامي مع حق 100% لما حصل وقالوا لي لا ليش سافرت برا وارجع كويس. وسكار كان وقتها تواجد في الرياض. اتصلت وقلت له انا اعرف انه سامي دائما في مشاكل. سافر ولا ما سافر؟ لعب او ما لعب؟ حلو. وتناقشت مع اوسكار في النقطه هذه. قال لي انا ابغاك تريح مخك تريح نفسك. انا بعطيك زياده يوم من عندي لا ترجع الثلاث ارجع الاربعاء. وانت رجعت؟ طبعا اقدر انا انسان برضو يعني لما اعطاني واحد الثقه اقدر ورجعت الاربعاء وكنت اتمنى اشارك وجيت من المطار على الملعب. حتى انه كثير من اللي كتبوا او المحرر او المراسل المحرر كتب انه ذا وتفاجأ اني موجود. حتى انه راح والظاهر هو اللي برضه طبع التصريح يعني عند الامير او سأل الامير. على العموم انه القضيه سامي سافر سامي حضر سامي ذهب سامي جاء ايش قال ايش ما قال. حتى مواجهتي بيني وبينك اليوم حتفسر فيها اشياء كثيره غلط. لكن انا سواء حتى لو ما تواجهتك حتفسر غلط. ما جاوبتني على السؤال. النظام الداخلي عندكم يمنع تسليم الجوازات؟ ما اعرف الانظمه هذه أنا. قائد الفريق انت قائد الفريق يتبع الانظمه الاداريه. انا قائد الفريق لاعب فقط في الملعب. لاعب في الملعب فعلا. طيب انا لاعب في الملعب. خالد المغيربي لا لما سالت خالد المغيربي قال لك النظام يمنع ولا ما يمنع؟ سلمك مباشره بدون ما يقول يمنع؟ سلم لثقة حسام الجابر ككابتن الفريق وكانه احنا ما دخلنا في وكانه لما سلم الجواز خالد المغيربي لا في ذاتك انت ولا في ذاته هو. ثقه مش ثقه هذه قضايا اخرى. احنا نتكلم هل قال انه مو ممنوع؟ نظاما؟ اعتقد ان خالد المغيربي ما تطرق لانه ممنوع او غير ممنوع. ليش عوقب اجل بسببك؟ يمكن انه بعدين عوقب معاقبه اداريه انه كيف تسلم الجواز الى سامي الجابر. مو احنا سؤالنا هنا كيف يسلم الجواز لسامي الجابر وانت عندك الان عندك اجازه وانت تقضيها مش قضيه الاداره كويس. طيب مش قضيه اي انسان. ليش يعاقب خالد المغيربي بسببك؟ ما اعتقد انه خالد المغيربي يعوقب معاقبه يعني خصم منه. احنا خصم اعلن. انا اكلمك عنه. انا اكلمك عنه. يعني قرار خاطئ تتوقع؟ ما اعتقد انه قرار خاطئ ولا اعتقد انه قرار صائب. مش يسمى هذا في النص. لا لانه ما اعتقد مو خاطئ ولا صائب. ما في لائحه تقول انه ما تعطي اللاعب جوازه اذا ما كان عنده اجازه. دوبك تقول ما ادري عن اللائحه اللي في ما في لائحه تقول. انت دوبك تقول ما ادري عن اللائحه. هل في لائحه اداريه؟ انا سالتك قلت ما ادري. انا سالتك قلت ما ادري. لا ما اعتقد انه في لائحه. ما اعتقد هذه لوائح في كره القدم وليست في الاداريه. انا قلت لائحه داخليه.
تمنع تسليم اللاعبين. هل